حابب بس اقول لك ان انا متاكد تماما انك مشتت جدا الفتره دي، لان لما كنت في وقتك كنت برضه مشتت وفي نفس الحيره اللي انت موجود فيها. انت دلوقتي قدامك اختيارات كتيره قوي، مش عارف انهي اختيار هو اللي هيكون الانسب ليك في الاخر. المستر هنا منزل مراجعات والمستر هنا منزل مراجعات، وقدامك حاجات كتيره قوي، مش عارف تختار انهي حاجه اللي هتكون انسب ليك. بس حابب بس اقول لك على حاجه يا رب تفهمها. انا كنت مع مستر خالد صقر، وكان ليا صحابي كتير مع مستر عبد الجواد. لما دخلنا الامتحان، ولا الاسئله اللي مستر خالد صقر قالها جت، ولا الاسئله اللي مستر عبد الجواد قالها جت. اللي قدر يحل الامتحان ويتعامل معاه صح هو بس الطالب اللي كان فاهم. فانت سواء هتشترك مع مستر خالد صقر، مع مستر عبد الجواد، مع مستر عبد الله حبشي، وانا هقول لك مميزات كل مستر دلوقتي بحيث ان انت برضو تقدر تقرر، وابسط لك التشتيت اللي انت فيه. بس كنت حابب اوضح لك ان هي والله مش بتبقى بالمدرس، بتبقى بالمجهود اللي بتبذله وحفظك وفهمك والمراجعات والحل الكتير اللي انت بتحله والمجهود اللي انت بتبذله، مش مجهود المدرس. واكبر دليل اننا لما دخلنا الامتحان لقينا اسئله احنا ما شفناهاش قبل كده، اللي كان فاهم بس هو اللي قدر يحل. فتعال اقول لك من خلال تجربتي الكامله، وان امتحان الكيمياء كان اسهل امتحان بالنسبه لي، وانا كنت خارج مش بشتكي بالرغم من ان كانت كل الطلبه بتشتكي. فتعال اقول لك انا عملت ايه بالتفاصيل. خلينا بس لو جينا ايه افضل كتاب انت تحله، اول كتاب لازم تحل كتاب مندليف. يعني انا لما حليت كتاب مندليف وكتاب مستر خالد صقر والفيديوهات اللي مستر عبد الجواد كان بينزلها على اليوتيوب. وهنا انا ما كنتش مشترك وهنا انا ما كنتش مشترك مع مستر خالد صقر ومستر عبد الجواد. ودي غلطه انت ممكن تعملها، او ممكن تفكر ان دي حاجه صح. اوعى تشترك مع كذا مستر. طب ليه؟ لان انا لما اشتركت مع مستر خالد صقر، انا جيت قبل الامتحان كان في محاضرات انا لسه ما اتفرجتش عليها. يعني قبل الامتحان وانا داخل كان في محاضرتين لمستر خالد صقر انا ما لحقتش ان اتفرج عليهم. فتخيل انت تشترك مع كذا مستر، صدقني والله ما هتقدر تلاحق من هنا او من هنا. وهنا انا مش بقول لك على الكيمياء بس، انا بقول لك انك تعمل كده في كل المواد. وانت بقى دلوقتي في فتره المراجعه، لو في جزئيه وانت بتتفرج مثلا في جزئيه انت مش فاهمها، او في جزئيه كنت مقصر فيها، المراجعه مش هتكون كافيه ليها قوي. روح احضر الشرح بتاعها الاول، بعد كده ارجع للجزئيه دي. وبرضه عايز افهمك حاجه، وانت بتتفرج على المراجعه مش كل الاجزاء هتكون فاهمها بنسبه 100%، اكيد في اجزاء مش هتفهمها كويس. ارجع بقى هات الشرح بتاعها وارجع تاني للمراجعه. وحاجه برضه مهمه، ما تقارنش بنفسك بحد دلوقتي. يعني انا كانت من اكتر المسائل اللي كنت بشوفها صعبه مسائل الباب الثاني في الكيمياء ومعادلات الحديد، فكنت بلاقي زمايلي بيحلوا المسائل دي عادي. لما جيت في الاخر قبل الامتحان بعد بقى ما خلصت المراجعه وكميه الحل اللي انا حليتها، بقيت بحل الاسئله وبسرعه اسرع منهم. فانت دلوقتي اوعى تقارن نفسك بحد خالص. قدام شويه ان شاء الله من كتر الحل اللي هتحله هتلاقي ان الكيمياء بالنسبه لك بالمسائل بتاعتها انت كويس فيها. حاول دلوقتي انك تتعامل بذكاء. يعني مثلا في الباب الاول انت ضامن ان هيجي لك سؤال على معادلات الحديد، لما تبدا بقى المراجعه ركز فيها كويس جدا وحل عليها كتير، لان زي ما بقول لك انت متاكد ان هيجي لك عليها سؤال في الاخر. عندك مثلا في الباب الثاني انت مش مطالب انك تحفظ المعادلات لان هتبقى موجوده معاك في الاخر، بس مطالب انك تفهمها وتعرف تفرق ما بين كل معادله ومعادله. الباب الثالث والباب الرابع دول ركز فيهم كويس جدا، وهفضل اكررها لك تاني. اكتر اسئله هتجيلك صعبه هتبقى على الباب الثالث والباب الرابع والعضويه. حاول بقى دلوقتي زي ما بقول لك انك تركز على اهم الحاجات اللي انت كنت مقصر فيها. ولو جينا للعضويه، وانت لازم تهتم كويس جدا بالعضويه، اعمل للعضويه مخططات. ولو جيت اديك مثال المخططات دي هتساعدك في ايه، فركز معايا كده. احنا دلوقتي لو جبنا الايساين عملنا له هيدره حفظيه هيدينا اسيتالدهايد، لو عملنا له اكسده هيدينا حمض الاسيتيك، لو خدنا حمض الاسيتيك عملنا له تقطير جاف هيدينا CH3COO NA، لو خدنا المركب ده عملنا له تقطير جاف هيدينا الكان CH4. فلحد دلوقتي احنا عرفنا نجيب من الالقين الكان. هناخد بقى CH4 اللي هو الالكان نسخنه عند درجه 1500 هيدينا كحول ايثيلي، ناخد كحول ايثيلي نعمل له تبريد سريع هيدينا الايساين تاني. لو خدنا بقى الايساين عملنا له بلمره حلقيه ثلاثيه هيدينا البنزين، نبدا بقى ناخد البنزين ده ونطلع برضو على المعادلات بتاعته. هنا بقى المخطط بيفيدك انك بتبقى فاهم عضويه كويس جدا. هتيجي برضو وتقول لي طب وهو انا هخش بالمخطط ده في الامتحان؟ هقول لك لا، ما هو انا من كتر الحل بالمخطط انا حفظت المخطط، وده اهو كان شكل المخطط اللي انا حابك انك تعمل زيه. وبالمناسبه المخطط ده انا سايبه في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك بتاعه تحت. عايزك برضو من اول يوم انت هتبدا فيه مراجعه في اي ماده ابدا ورقه وقلم واكتب كل الاجزاء المهمه اللي المستر بيقولها، لان صدقني قدام هتعرف الملخصات اللي انت بتعملها دي هتفيدك ازاي وانت بتحل. يعني مثلا انا دلوقتي اهو بتفرج على المحاضره والمستر بيتكلم عن العامل الحفاز. انت عارف ان العامل الحفاز بيزيد من الجزيئات النشطه، ويزيد من تركيز المتفاعلات ومن فرص التصادم ومن سرعه التفاعل، وبيقلل طاقه التنشيط ويقلل الزمن اللازم للتفاعل.
ومش بيأثر في طاقة المتفاعلات ولا تركيزها ولا طاقة النواتج ولا طاقة الدي اتش. لو انت بقى مش كاتب كده، هل انت هتفضل فاكرهم؟ فافهم وركز كويس جدا ان كل كلمة انت بتكتبها هتعرف قيمتها في الاخر. لو جينا برضو للسؤال المهم، مستر خالد صقر ولا مستر عبد الجواد؟ والله الاتنين كويسين جدا وانا كنت متابعهم، بس انا الافضل بالنسبة لي كنت بشوفه مستر خالد صقر. كان في بس حاجة صغيرة ما كنتش بحبها في مستر عبد الجواد، اللي كانت الاسئله بتبقى كتيره قوي بس كانت متشابهه والافكار كلها متشابهه. في مستر خالد صقر لو مثلا الاسئله على الباب الرابع، لو مثلا هو حالي ال 50 سؤال على الباب الرابع، هم ال 50 سؤال بيكونوا كافيين، انت مش محتاج اكتر من كده بحيث انك تكون قفلت افكار الباب كامله. اخر حاجه حابب اقولها لك ولازم تهتم بيها كويس جدا، الاجزاء اللي كانت صعبه قدامك طول السنه ابدا ركز عليها دلوقتي. يعني مثلا المسائل بتاعت الباب الثاني ابدا درب نفسك عليها كتير، معادلات الحديد حل عليها مسائل كتير، العضويه طبعا اهتم بيها كويس جدا. لو ما كنتش بتحفظ الفتره اللي فاتت ابدا دلوقتي انك تحفظ، لان زي كنت ما بقول لك لما تخش الامتحان مش هتلاقيه كله فهم، هتلاقي فهم وحفظ كتير قوي. ذاكر بذكاء واكتب كتير، ومش شرط تفهم في المراجعه من اول مره، هتلاقي نفسك انك ناسي وده طبيعي جدا. من كتر المراجعات بقى اللي هتراجعها ان شاء الله هتلاقيك افتكرت كل حاجه ورجعت للمستوى اللي انت كنت بيه في الاول. وبكده انا اكون قلت لك كل حاجه حابب ان انا اوضحها لك في الكيمياء. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه عشان الفتره الجايه باذن الله هنزل لك تعمل ايه في كل ماده، وما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو يروح لغيرك ويستفاد بيه. اخر حاجه بقى ما تنساش انك تصلي على النبي. سلام.